انت عارف انت خربت بيت كم بني ادم؟ قطعت لقمة عيش وناس كانت بتاكل عيش بفضل الله. انت قطعت لقمة عيشها عليها وعلى اهلها. بطلب من اخواتي يقفوا معايا. هجاول النهارده طبعا صفحتي على التيك توك اسلام كرم 21 اتقفلت بفعل فاعل. ناس كتير قدمت بلاغات. احنا بنقول الحمد لله ودي مشيئة ربنا. بس انا عايزك تعرف يا اللي انت حالتني في دماغك وانا مضايقك ومش اول مرة اتعرض لهجوم. لو انا كان مضايقك نجاحي كان ممكن انت تتعب زيي، تشتغل على نفسك لحد ما تبقى احسن مني، وانا اتمنى لك كل خير. لكن ما ينفعش من كتر ما انت كاره حد عشان هو ناجح مش عارف تبقى زيه، تروح تديها له ايه بغدر كده في لقمة عيشه وتقطع لقمة عيشه. يعني انا واحد من الناس الحمد لله بفضل الله، في ناس كتير بتاكل يعني معايا عيش تمام. وفي ناس فاتحه بيوت تمام. انت كنت سبب فين لقمه العيش بتاعتهم معايا تتقفل وتقطع لقمه عيشهم وعيشي تمام. ولكن هي الارزاق كلها على الله، وربنا اللي بيبعت الارزاق، ودي حاجه بتاعت ربنا واحنا راضيين ونقول الحمد لله. ده كله من عند ربنا واحنا بنقول الحمد لله. بس ربنا جعلك سبب في قطعة عيش وقطع لقمة عيش لناس شغالة بالحلال عشان ما تمدش ايديها الا حرام. احنا جايبينها من الصفر فاهم، ما كانش معانا 20 جنيه في جيبنا واشتغلنا على نفسينا لحد ما بفضل الله تعرفنا في مصر كلها. وانت من كتر ما انت خير الخير للناس رحت مديها لها غدر في لقمة عيشها. بس برضه راجعين ومكملين. وان شاء الله هسيب لكم صفحتي الجديده على التيك توك، هنرجع نشتغل من اول وجديد تاني. بطلب من اخواتي يقفوا معايا. مع اني ما احبش اكون تقيل على حد واحب اكون خفيف على القلوب، بس بجد هو يعني اللي عمل كده قطع لي لقمه عيشي وخرب بيت الله يسامحه تمام. بس هنقف على رجلنا من اول وجديد تاني. هسيب لكم الصفحه عايزين نقومها. وعشان برضو اللي مش حابب يساعد هنعمل زي مسابقه خفيفه. اللي هياخد الفيديو ده وينزله عنده على الحالة، عنده على الفيس واتساب تيك توك انستجرام اي مكان تمام، مقاطع ريلز، ويخلي اخواته اللي عنده يشتركوا عندي في الصفحة ليه مني حيوان هدية. اختار من 10 ل 30 حد عشان برضو يبقى كلنا بنستفاد من الموضوع. من 10 ل 30 حيوان هيطلعوا هدية تمام، عشان برضو احفز اخواتي. وبجد احنا في امس الحاجه لدعمكم. من شغل كله واقف، الدنيا كلها متعطله بسبب اللي حصل ده، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يا حبيبي يا معلم، نفس الرقم مرجول، نفس الرقم. ايه تمام ماشي يا معلم. اه بأمر الله. ولو عرفت